أمل جديد للأطفال المصابين بالربو، فدراسة حديثة أثبتت أن الأطفال المصابين بالربو يتعافون منه مع تقدمهم في السن. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء سويديين كشفوا غياب الصفير عند 21% من العينة التي شملتها الدراسة عند وصولهم إلى 16 عاما، ولم يحتاجوا إلى أجهزة الاستنشاق. وبين الباحثون أيضا أن نسبة شفاء الأطفال الذكور أعلى من الإناث، والسبب غير واضح، ولكنهم رجحوا إمكانية أن تكون للعوامل الهرمونية علاقة في فترة المراهقة، كما أن نسبة الشفاء كانت أعلى لدى الأشخاص الذين كانوا يعانون من الربو الخفيف كالحساسية من وبر الحيوانات مقارنة بالذين يعانون الربو الحاد. وتختلف أعراض الربو من شخص إلى آخر، وتتراوح بين خفيفة إلى حادة، وعادة ما تشمل السعال وصفيرا أثناء الزفير وصعوبة في التنفس وانقباضا في الصدر. وينصح الخبراء الأهالي بتجنب العوامل التي تثير نوبات الربو كالروائح العطرية القوية أو المواد الكيميائية النفاذة الرائحة والدخان والغبار وتيار الهواء البارد ووبر الحيوانات المنزلية. رشا خياط، العربية.